في البداية إذا كنت أول مرة تشوفنا تأكد إنك تضغط على الإعجاب وتشترك بالقناة وتفعل الزرار بتاع الجرس عشان لو نزلنا أي ملخص يوصلك زي إشعار على تليفونك. بيبتدي الفيلم بالأميرة ومجموعة من الأطباء بيحاولوا إنهم ينقذوا أخوها الملك، لكن بتيجي الملكة وبتعرفها إن أخوها مات وبيعملوا جنازة تليق بالملك بتاعهم، وبعدها بتوصل طيارة وبترفع التابوت وبتاخده وبتمشي قدام المملكة كلها. وبعد سنة بيكون في اجتماع في الولايات المتحدة لكل الدول العالم، وبتيجي الملكة ريموندا ملكة مملكة وكندا، وكل الدول بتتكلم عن فشل مملكة وكندا في استخدام مادة الفابرينيوم، ودي مادة ممكن يصنعوا منها أسلحة دمار شامل. وكان رد الملكة عليهم إن سياستهم بتمنعهم من الاتجار في المادة دي بسبب الخطر المحتمل من الدول القريبة منهم. وفي نفس الوقت بتحكي لهم عن مركز التواصل في المملكة، فجأة هناك النور بيقطع وبيحصل عليهم هجوم من قوات غريبة، وكان هدفهم الحصول على مادة الفابرينيوم. بيظهروا بقوتهم الحقيقية ومعاهم أسلحة بتقدر تخلص على القوات دي بكل سهولة. والملكة قالت الهجوم اللي حصل ده في دولة من الدول الأعضاء متورطة فيه، وفجأة بتدخل الجنرال ومعاها الجنود اللي قبضوا عليهم، وقالت لهم الملكة الهجوم ده لو اتكرر تاني هيبقى فيه رد أقوى من كده. وفي المحيط الأطلسي بيكون في مجموعة قوات بتدور على المادة دي في مكان هناك، ونسبة الحصول عليها بره أرض مملكة وكندا 1 في المليار. وكان في غواص اسمه سيزر وصاحبته في القاع المحيط، وفجأة بينقطع الكهرباء عليهم، وتحت بيشوفوا قنديل لونه أحمر، وبعدها بيختفي سيزر وصاحبته بتقول إنها مش لاقياه، وفجأة بتصرخ وبيتفقد الاتصال بينهم نهائي. وفجأة واحد من الحراس اللي على سطح المكان بيشوف حاجات غريبة في المية، وبيسمعوا صوت غريب وكل الجنود بيتحركوا مع بعض وكأن في حاجة بتحركهم وبيرمي نفسهم في المية. وعند القائد بيلبسوا سدادات الودان لأنهم عارفين إن ده هجوم صوتي وبيطلبوا الدعم، بس وقتها بيهجم عليهم ناس شكلهم غريب وبيخلصوا على القائد، والبنت اللي معاه بتهرب وبتحاول توصل للطيارة وهم وراها، وبتقدر تهرب من المكان بس ما بتقدرش تبعد لأن واحد منهم بيوقع الطيارة وبتقع في المحيط. وبتيجي الملكة تاخد بنتها شوري في مكان علشان يعملوا طقوس وينسوا موت أخوها، لكن شوري مش بترضى وقالت إن لو فكرت في أخوها مش هتحرق هدوم العزا، هتحرق العالم لحد آخر واحد فيه. وقتها أمها الملكة كانت عاوزة تقول لها حاجة عن أخوها، بس فجأة بيطلع واحد من المية وقتها وبيعرفهم بنفسه إنه من شعب النيمور، وإن كان في جنود من الأمريكان بيحاولوا يستخرجوا مادة الفابرينيوم من مملكته، لكن قدروا يمنعوهم. وطلب من الملكة إنهم يتحدوا علشان ده ما يتكررش تاني، لكن الملكة بتقول له المادة دي مش موجودة غير في المملكة بتاعتنا بس بنتها بتقول لها لا ده هو لابس من المادة دي أصلا، وبيطلب منهم إنهم يساعدوه، لكن الملكة بترفض، بس بيعرفها إنهم عندهم جنود أكبر من عدد سكان مملكتهم كلها وأقوى منهم كمان، وساب لهم حاجة كده لو وافقوا ينفخوا فيها ويرموها في المحيط وهو هيظهر لهم. وكمان كان ساب لهم الآلة اللي الجيش كان بيستعملها، وبيعملوا اجتماع وكان هدف الراجل ده إنه يحصل على العالمة اللي صنعت الآلة دي. وقتها واحدة من المجلس قالت نعمل له اللي هو عايزه لأننا عمرنا ما واجهنا حد معاه المادة دي، بس واحد منهم بيقول لا احنا نمسكه ونقتله علشان ممكن ننفذ له طلبه وبعد كده يرجع يطلب طلبات تانية. وقتها الجنرال بتطلب من الملكة انها تاخد بنتها وتخرج وتشوف العالمة بنفسها، لكن الملكة بتكون رافضة في الاول، بس بيخرجوا بيقابلوا واحد اسمه روس وبيطلبوا منه يعرفوا العالمة اللي صنعت الآلة دي علشان سلامتها، بس طلب منهم انهم يتحركوا بسرعة لان الامريكان هيعملوا آلة جديدة والبنت دي هتساعدهم برضه. وبتكون لسه طالبة في المدرسة وبيكونوا كلهم مستغربين، وبتطلب الملكة انهم يجيبوها للمملكة، وبتروح شوري تتكلم معاها والبنت بتعرفها وبتقول لها انها صنعت الآلة دي كمشروع للمدرسة وما كانتش تقصد اي حاجة، بس عرفتها شوري انها في خطر ولازم تيجي معاهم. وبيتحركوا بسرعة على المعمل اللي البنت دي شغالة فيه، بس وقتها وهم هناك بيعرفوا انهم محاصرين من الشرطة، والبنت اللي اسمها ريري بتلبس بدلة طيران زي بدلة ايرون مان، والجنرال وشوري كل واحد بيركب عربية واللي بتركب موتوسيكل، وبيهربوا كلهم من الشرطة. والشرطة بتروح بسرعة وبتقفل الجسر، بس بتيجي شوري وبتفجر عربيات الشرطة وبيقدروا يهربوا، بس بعدها ريري بتفقد السيطرة وبتقع والعربية بتنفجر وبيحصل عليهم هجوم من شعب النيمور، وبتقدر الجنرال اللي هي تحاول تتصدى لهم، لكن بعد ما تضربهم كلهم بيقوموا ولا كأنهم ماتوا، وبيقدروا ان هم يرموا قنبلة وبيرموا الجنرال في المية وبيروحوا علشان يقتلوا العالمة، لكن بتيجي شوري وبتقول لهم طب خدوني للملك بتاعكم، وفعلا بياخدوه. وتاني يوم الشرطة بتوصل للمكان اللي حصلت فيه الحادثة، وبيكون من ضمنهم العميل روس اللي بيلاقي الاسورة بتاعت الاميرة شوري وبياخدها من غير ما حد ياخد باله. وفي المملكة بتحكي الجنرال عن
اللي حصل وانها ما قدرتش تحمي الاميرة شوري، والملكة بتعزلها من كل المناصب بتاعتها انها جنرال الجيش في المملكة، وبتقعد الجنرال تترجاها انها تكمل في المنصب وترجع شوري تاني. وقتها الملكة بتنهار لان كل اولادها وجوزها ماتوا لاجل المملكة، وبنتها كمان مش عارفة هي فين دلوقتي. وساعتها بتروح الملكة وبتتبع الاسورة اللي كانت مع شوري اللي مع روس دلوقتي، وبتتواصل معاه وبيحكوا لبعض اللي حصل وانه لقى الاسورة دي هناك واخدها. وفي المكان اللي بتكون فيه شوري وريري بيكونوا قاعدين في كهف تحت المية، وبتيجي واحدة وبتاخد شوري علشان تقابل ملك النيمور. ولما بتروح له بيحكي لها هم ازاي اتحولوا وبقوا بالشكل ده، وبيحكي لها زمان ان اهله كانوا عايشين في قرية، لكن بعد هجوم الاسبان عليهم وجابوا عندهم مرض الجدري قرروا ان هم يتحركوا من المكان بتاعهم ويروحوا مكان تاني. لكن واحد منهم بيغوص تحت المية وبيلاقي نبتة لونها ازرق، فبيطلعها وبيطبخها وكلهم بيشربوها علشان كانوا كلهم عندهم الانفلونزا الاسبانية وكانت قضت على كتير منهم. وقتها كانت القائد بتاعهم حامل فيه واستخدمتها برضه، والنبتة دي اثرت ان هم كلهم ماتوا ورجعوا تاني بس بلون جلد مختلف لونهم ازرق، وكلهم بيتنفسوا تحت المية بس. واتولد قائد النيمور تحت المية برضه، لكن كان مختلف عن كل اهله لانه بيقدر يتنفس بره المية وجوه المية، وكان كمان ليه جناحات في رجله بتساعده في الطيران. وبعد ما امه ماتت كانت عايزة تندفن في ارضها الحقيقية، فطلعوا ولقوا ان الاسبان بيستعبدوا البشر. وقتها راح حرق المكان كله وقرر ان هو ينتقم من كل البشر من ساعتها. وبعدها شوري بتقول له طب انت بتحكي لي الموضوع ده كله ليه؟ قال لها بس علشان تعرفي انا محتاج العالمة دي ان انا اموتها علشان ايه بس. وبعد كده بتطلب منه انها تنزل تشوف العالم بتاعه، وبياخدها فعلا وبتشوف مملكة كاملة تحت المية وفيها شعب وحياة وناس عايشة. وبعدها بيقعد النيمور يتكلم مع شوري وبيقول لها انتوا تساعدوني ان انا اقضي على الناس اللي بتحاول توصل للفابرينيوم من خلال الارض بتاعتي، ومن ضمنهم طبعا ريري، يا اما هتكونوا اول الناس اللي احنا هنحاربهم وهنقضي عليهم. وقتها طبعا بترفض شوري الكلام ده كله. في نفس الوقت ده بتكون في جنرالة تابعة للملكة بتحاول انها تغوص في اعماق البحر بعد ما قدرت تحدد موقع شوري علشان تنقذها، وبرضه بتكون الملكة قدرت انها تطلع قائد النيمور من المية علشان تقدر الجنرالة انها تهربه. وساعتها الملكة بتهدده انها ممكن تعرف الدول عنه وعن شعبه، لكنه بيهددها وبيقولها لو ده حصل انا هقتل شوري وهجيلك المملكة وهقتلك انت كمان. في نفس الوقت ده الجنرالة بتقدر توصل للمكان بتاع شوري وبتنقذها، لكن قبل ما بتمشي كانت قتلت واحدة من شعب النيمور، وده بيضايق القائد بتاعهم جدا. وساعتها بيعمل هجوم مفاجئ على مملكة وكاندا، وكان هجوم قوي جدا غفلهم ودمر فيهم حاجات كتير، وكمان استعملوا الهجوم الصوتي وخلى قوات وكاندا تنتحر زي ما حصل قبل كده. وكان شعب وكاندا بيقاوم، لكن قائد النيمور لوحده حملة، وبيقدر قائد النيمور يوصل لحد الملكة البيئة وهو بيفجر المكان وبيغرقه بالمية، وبتقدر انها تنقذ ريري وما بتقدرش تنقذ نفسها وبتموت. وهو بيقول لهم قبل ما يمشي ان هو هيرجع كمان اسبوع، وانهم لازم يكونوا معاه علشان يواجهوا كل الدول التانية، ولو ما عملوش كده هيكونوا هم اول الممالك اللي هو هيحاربهم. وبيمشي وبيعملوا جنازة للملكة، وبتكون طبعا شوري متدمرة جدا بعد خسارتها اخوها الملك وامها، وده بيأثر فيها جدا. وبنروح عند روس اللي هو الضابط الامريكاني، وبتكون المديرة بتاعته في الشغل بتعرف ان هو بينقل اخبارهم لمملكة وكاندا، وده بيعتبر خيانة فبيقبضوا عليه. في نفس الوقت ده بتكون شوري بتحاول انها تنسخ النبتة اللي بتدي قوة البلاك بانثر عن طريق النبتة اللي بتدي القوة لشعب النيمور، واخدت من الحمض النووي كمان بتاعه والحمض النووي بتاع اخوها، وقدرت انها تعمل تركيبة كده ووصلت فعلا للمشروب اللي المفروض تشربه علشان تروح للاسلاف علشان تحصل على قوة البلاك بانثر. وبتروح هناك وبتفوق في عالم الموت، وكانت مفروض تقابل اخوها ولا ابوها ولا امها ولا اي حد، لكنها قابلت ابن عمها، وده كان راجل مش كويس بعكس اخوها اللي كان راجل محترم وبيحب شعبه. وفي الاخر بيقول لها انت هتبقي زيي ولا زي اخوكي، ويقصد هنا انها هتكون حاكمة قوية بتقتل من غير ما تفكر، او هتكون زي اخوها بتتحكم في مشاعرها وكده. وبترجع شوري للعالم الطبيعي وبيسألوها انت شفت مين، لكنها بتنكر انها شافت اي حد، وبتقعد تقول ان الاسلاف خذلوها وما ادهاش قوة البلاك بانثر. لكن فجأة بتلاحظ ان القوة معاها وانهم ما خذلوهاش ولا حاجة، وبتلبس البدلة بتاعت البلاك بانثر وبتروح للكهف اللي متجمع فيه كل قادات المملكة، وبتعلن نفسها الملكة عليهم، وهم كلهم لما بيشوفوها بينبسطوا كلهم، وبتقعد تكلمهم ان هم لازم يتصدوا لشعب النيمور. لكن بيكون في واحد هناك رافض وبيقول ان قائد النيمور لوحده احنا مش هنقدر عليه، لكنها قعدت تقول له هل الملكة ما تستحقش ان احنا نعمل لها حرب؟ فقعد يقول لها ايوه تستحق، وقرروا خلاص ان هم يعملوا الحرب
الحرب دي. وعند قائد النمر بتجيله خبر ان في كمان آلة بتدور على مادة الفبرينيوم فوق الارض بتاعتهم. وقتها بيروحوا كلهم على المكان، وفجأة بيطلع من الآلة صوت اللي بيضايقهم الصوت ده، وساعتها بيطلعوا على وش المية، وبيكون ده كمين من البلاك بانتر علشان يخلوهم يطلعوا من المية ويقدروا يضربوهم. وبيبدأ بينهم معركة كبيرة، وبيبقى قائد النمر لوحده قدر يخلص على نص الطيارات اللي بتطير. وبتكون شوري اخترعت بدلات وكل واحد لابسها بتديهم قوة الطيران وحاجات كتير كمان هتقدر تساعدهم ان هم يغلبوا الشعب ده. وبعد ما دارت بينهم معركة كبيرة بيقدروا ان هم يخطفوا النمر وبيحطوه في طيارة في مكان علشان يجففوا جسمه علشان يقدروا يحاربوه، لانه بيستمد قوته من جلده اللي بيكون عليه مية. وبتقدر قوات نمر انها تفجر السفينة من تحت وبتتقلب بيهم، وساعتها بينزلوا في المية في ارض شعب النمر وهيقدروا يقتلوهم بسهولة. في الوقت ده بتقدر شيمور تاخد قائد النمر لمكان في الصحراء على الشاطئ علشان تقدر تحاربه هناك. وبيكون برضو قوي جدا حتى بره المية، وبيقدر ان هو يمسك رمحه وبيطعنها بيه. وكان رايح علشان يروح على المية لانه خلاص ما عادش قادر، لكنها بتقدر تفك نفسها وبتروح قدامه وبتقدر تفجر المركب وبيتحرق حرفيا. وبتقف قدامه وبتقول له ان هو يستسلم وان ساعتها شعبه هيكون تحت حكمها هي، او انها تموته دلوقتي عادي خالص. وقررت انها ما تكونش زي ابن عمها وتكون زي اخوها، بتعرض السلام في الاول. وبيكون في الوقت ده في المركب القوة لشعب النمر انهم خلاص كانوا هيقضوا على مملكة واكاندا وجيشها كله، لكن بيوافق قائد النمر على العرض بتاع البلاك بانتر، وبيروح وبيأمر الجنود بتوعه ان هم ينزلوا المية تاني وان الحكم هيبقى للأميرة شوري. وبنرجع لواكاندا تاني واللي بتعيش حياة هادية جدا، وبترجع شوري تزرع النبتة بتاعة البلاك بانتر اللي مدتها بالقوة، وبتهدي عربية لريري بدل اللي بوظوها لها وما كانوا بيهربوا. وبتروح الجنرال تحرر الروس بعد ما كانت قبض عليه. وواحد من القادة اللي موجودين في مملكة واكاندا بيروح وبيعرض نفسه هو الملك للمملكة كلها، واي حد عنده رأي تاني ينزل لي. وبنروح لشوري بعد ما ولعت في لبس العزا بتاعها، وبنشوف ان في طفل صغير كده ظهر، ما نعرفش ظهر منين ولا نعرف ظهر منين، لكن اللي انا اعرفه عن الولد ده ان هو ابن اخوها الملك تشالا بس، وما اعرفش هو اتولد منين ولا جه منين. وبس كده بيخلص الفيلم، وممكن نشوف جزء ثالث ويكون هو ده البلاك بانتر. وبس كده، لو عجبك الفيديو تاكد انك تضغط على الاعجاب وتشترك بالقناه وتفعل الزرار بتاع الجرس. سلام.